السلام عليكم. بتبدأ أحداث الفيلم ببنت صغيرة اسمها درب منضمة لفريق المشجعات في المدرسة، وبتعتبر أمها قدوة ليها لأنها هي كمان كانت في فريق المشجعات زمان. وفي يوم وهم بيعوموا في البحر ومبسوطين فجأة بتيجي موجة عالية ومن قوتها بيغرقوا هما الاتنين، لكن المنقذين بيقدروا يخلوا دربي تستعيد وعيها، وللأسف الأم بتموت. وهنا دربي بتحكي لنا إن لما تم إنقاذها ورجعت للحياة بقى عندها قوة خارقة، وهي إنها تقدر تشوف الأموات الموجودين في كل مكان، وبالصدفة اكتشفت إنهم محتاجين لمساعدتها. وبتكبر دربي وبتتفرج لمساعدات الأرواح، وبتعرف إن ليهم مهام لسه ما خلصتش في الحياة ولازم يعملوها علشان يقدروا ينتقلوا للعالم الآخر. ومن هنا بيجي دورها في إنها تنجز المهام دي بالنيابة عنهم علشان يقدروا يتحرروا. وبينتشر الخبر ما بين جميع الأرواح اللي لسه ما اتحررتش، وبيبتدوا يروحوا لدربي علشان تساعدهم، وبيبقى هو ده شغلها اللي بتقوم بيه. وبتحكي إن بسبب انعزالها عن الناس واهتمامها بالأرواح، أبوها قرر إنه يوديها المدرسة الثانوي بدل ما تدرس في البيت علشان تقدر تعيش حياة طبيعية ويبقى ليها أصحاب، مع إنها مش عايزة تروح لكن ما بتقدرش ترفض. وأول ما بتوصل للمدرسة بتشوف كابري صديقة طفولتها واللي كانت معاها في فريق المشجعات، وبيبقى واضح إنها مشهورة ما بين الطلاب وكمان ليها معجبين. ولما دربي بتروح معمل العلوم بتشوف هناك روح صديقها جاري وهو بيتمشى وبتسلم عليه. بعدها بتدخل كابري مع صاحبتها وبيتكلموا عن الفيديو اللي هيصوروه في عيد ميلاد كابري 17. كابري بتقول لهم إنها عايزة اليوم ده يجي بسرعة. وفي اللحظة دي بيدخل جيمس زميل كابري المقرب، وبتبتدي المدرسة ليمان تجمع كل اتنين مع بعض علشان يشتركوا في التجارب المعملية. وبتقعد جيمس جنب دربي، فبتتضايق كابري وبتروح تقعد قدامها، وبتشتكي دربي للمدرسة وبتقول لها انها مش شايفة، وبتضطر كابري انها ترجع مكانها. وبتحكي لنا دربي انها كانت معجبة بجيمس من وهي صغيرة لحد ما وصلت للصف السادس، وبعدها تفكيرها اتغير من ناحيته. وفي البريك بنشوفها بتلعب مع جاري شطرنج، وطبعا ما حدش بيكون شايفه غيرها. وبنعرف ان جاري من كتر حب لمراته مش عايز يتحرر للعالم الاخر غير لما تموت وياخدها معاه. وفي كافيتيريا المدرسة دربي بتتعرف على زميلها أليكس، وبتفتكره روح، لكن لما بتخبط فيه بتكتشف انه شخص حقيقي فبتعتذر له. وبيشوفه مدير المدرسة وبيعرفها ان أليكس طالب جديد، وبيطلب منها انها تعرفه على جميع الأنشطة اللي بيقوموا بيها. فبتاخده لهناك وبيتكلموا سوا، بتحكي له انها بتقوم بعمل اجتماعي وبتتواصل مع الأرواح وبتساعدهم علشان ينتقلوا للعالم الآخر. فبيعرفها ان هو كمان بيفهم في الروحانيات والأشياء الخارقة. وبعدها بيروحوا لقاعة الألعاب وبيتفرجوا على كابري وفريقها وهم بيقدموا العرض بتاعهم، وبيعلنوا انهم محتاجين بنت تنضم لفريقهم وانهم هيعملوا اختبارات علشان يختاروا واحده. وبنشوف كابري واصحابها في الحمام وهي بتستعمل مكوة الشعر بتاعتها، ودربي بتطلع وما بتلاقيش هدومها في اللوكر، فبتعرف ان كابري هي اللي اخدتهم وبتطلب منها انها ترجعهم. فبتديلها كابري الهدوم وبتقول لها انها كانت بتهزر معاها. وفي اثناء ما بتكلمها بترجع لورا وبالغلط بتقع في حوض ميه، ومن غير ما تاخد بالها المكوة بتيجي في الميه وللاسف بتموت والكل بيتصدم. وبتيجي الشرطه وبتحقق مع دربي واصدقاء كابري، وبيبان على دربي الحزن لموت صاحبتها، وبيروح لها ابوها وبيواسيها وبيقول لها انه عارف ان موت كابري خلاها تفتكر اللي حصل لامها. فبتطمنه دربي انها بخير وبتقول له ما يقلقش عليها. وبالليل وهي نايمه بتتفاجئ بروح كابري قدامها وبتصحيها، وبتقول لها انها عرفت من صديقها جاري انها بتقدر تتواصل مع الاموات، وبتطلب منها ترجعها للحياه تاني. لكن دربي بتعرفها انها ما تعرفش تعمل كده، ومستحيل اي حد يقدر يرجعها تاني، لكن ممكن تساعدها تنتقل للعالم الاخر. فبتعرفها كابري ان اختبارات المشجعات الاسبوع اللي جاي وكمان عيد ميلادها قرب. بترد عليها دربي بانها دلوقتي ميته وكل اللي بتفكر فيه ده مش هتقدر تعيشه تاني. فبتتضايق كابري جدا وبتصرخ، وهنا كوبايه الميه بتتكسر. كابري بتستغرب وبتسال دربي ايه اللي حصل. فبتعرفها دربي انها بتتمتع بشكل من اشكال الطاقه، وانها ممكن تتحكم في الاشياء عن طريق الطاقه دي. وبتتصدم كابري لما ما بتشوفش نفسها في المرايه، وبتتاكد ساعتها انها فعلا ميته. وتاني يوم بتشوف دربي في التلفزيون مذيعه في المدرسه عامله لقاء مع اصحاب كابري وبتتكلم معاهم عنها، وكابري بتبقى موجوده وسامعاهم. وصاحبتها تايلور بتحط صوره ليهم مع بعض على النصب التذكاري، وما بتعجبش كابري وبتتعصب، وبالطاقه اللي جواها بتحدفها على الارض. وبتروح دربي الجاري اللي بيعرفها على ميت جديد اسمه ميل، وبيطلب منها انها تساعده وينتقل للعالم الاخر، وهي بتوافق. وفي ممر المدرسه بتظهر لها كابري وبتقول لها انها عايزه تكلمها، فبيدخلوا حمام البنات وبتعرفها انها قررت تنتقل للعالم الاخر، لكن ده هيكون بعد يوم عيد ميلادها. وتطلب منها انها تعمل لها حفله عيد ميلادها مع اصحابها المشجعات في ميعاده، وكل حاجه تتم زي ما هي كانت مخططه. لكن دربي بترفض وبتسيبها وبتمشي. فبتروح وراها كابري وبتعرفها انها اتمرنت على طاقتها وممكن تضايقها لو ما نفذتش طلبها. وبتقعد كابري مع دربي في المعمل، والمدرسه ليمان بتطلب من دربي انها توصل الواجب المدرسي لجيمس في البيت. وكابري بتشوف اصحابها وهم بيتفرجوا على الفيديو الترويجي لعيد ميلادها، بيبقوا زعلانين انه اتلغى بسبب موت كابري. فبتروح كابري لدربي وبتطلب منها تعمل لها الحفله، وبرضه دربي بترفض. فبتحرك الضفدع اللي
قدامها وبترميه على صاحبتها تايلور، فبتعتذر لها داربي وبتخرج من المعمل بسرعه. ولما بتدخل الحمام بتلاقي كابري رايحه وراها وبتستخدم طاقتها وبتسيطر على حركتها وبتبقى عايزه تضايقها، فداربي بتزعق لها وبتطلب منها توقف اللي بتعمله. ولما بترجع داربي للبيت بتبقى كابري موجوده وبتوعدها انها لو عملت لها حفله عيد ميلادها بعدها تنتقل للعالم الاخر ومش هتسبب لها اي مشاكل تاني. فبتضطر داربي انها توافق، لكن ما بتبقاش عارفه هتعمل كده ازاي، خصوصا انها منعزله عن الكل وكمان اصحاب كابري ما بيحبوهاش. وهنا كابري بتقول لها انها هتساعدها علشان تبقى محبوبه في المدرسه وكمان تقرب من اصحابها المشجعات، وبتفكرها ان امها كانت رئيسه المشجعات في مدرستها زمان واكيد عايزاها تكون زيها. وبتبتدي كابري تنقي اللبس لداربي وما بيعجبهاش حاجه من لبسها، لكن بيعجبها جدا لبس امها اللي كانت بتلبسه في التسعينات وهي في سنهم. بتخلي داربي تلبسه وكمان بتغير لها ستايل شعرها وبتحط لها ميك اب وبتخليها تتصور كتير وتختار اجمل الصور ليها وتنزلها على السوشيال ميديا. بعدها بيروحوا الجيمس علشان داربي تديله الواجب المدرسي، وكابري بتوري لها بيت الشجره بتاعه اللي كانوا دايما بيقعدوا فيه مع بعض. وبيطلعوا لاوضه جيمس وداربي بتواسيه على موت كابري وبتديله الواجب، والجيمس بيبقى حزين ومفتقد كابري لانها كانت اقرب انسانه ليه ومش عارف هيرجع المدرسه ازاي من غيرها. وكابري بتبقى مبسوطه جدا بكلامه وبيشكر داربي انها جابت له الواجب. وفي اخر اليوم بتقوم داربي بشغلها مع الارواح وبتساعدهم، وتاني يوم بتلبس طقم اختارته كابري ليها. ولما ابوها بيشوفها بيقولها انها بقت شبه امها، وداربي بتتبسط جدا بكلامه. ولما بتروح المدرسه بتلفت انظار الجميع بستايل لبسها وشكلها والكل بيعجب بيها. وفي البريك بتروح داربي علشان تقعد مع أليكس اللي بيكون معجب بشكلها الجديد، لكن كابري بتمنعها انها تقعد معاه وبتطلب منها تروح تقعد مع فريق المشجعات وتكسب صداقتهم. فبتعتذر داربي لأليكس وبتروح تتكلم مع اصحاب كابري، وبتكون طريقتها في الكلام ما بتعجبهمش فبتمشي. وبتروح وراها كابري وبتعرفها انها لازم تحسن من طريقه كلامها معاهم وتكسب صداقتهم واحترامهم، وبتعرفها انها مش هتتخلى عن حفلتها لحد ما تعملها. وجاري بيشجعها انها تنضم لفريق المشجعات وتكون صداقات جديده مع الاحياء. وبتبتدي كابري تمرن داربي قبل يوم الاختبار، وبتقعد معاها كابري وبتعرفها انها هتنجح في الاختبار بسهوله لانها شاطره وموهوبه بالفطره. وداربي بتكون متوتره وبتعرفها انها ما بتحبش البحر من يوم وفاه امها، فبتطلب منها كابري انها تصرخ باعلى صوتها علشان تخرج التوتر والطاقه السلبيه اللي جواها، وبتصرخ قدامها وداربي بتصرخ معاها. وبيجي يوم الاختبار وبيدخل عليهم واحد لابس شكل الدوناتس وبيقدم عرض مبهج وتشجيع للموجودين، وبتعمل داربي الحركات اللي اتمرنت عليها وبتعجب المدربه وكل الموجودين. كابري بتقول لها انها فخوره بيها. وبيجي لهم الراجل الدوناتس وبتكتشف داربي انه أليكس، فبتستأذنه داربي وبتمشي. وبتعمل داربي كل اللي بتطلبه منها كابري، وبتزيد شعبيتها في المدرسه ومتابعينها على السوشيال ميديا، وبتقعد مع فريق المشجعين وبيرحبوا بيها وهي بتحاول تنسجم معاهم. وبتنجح كابري انها تخلي داربي تقرب من اصحابها المشجعات وبيخلوها تتمرن معاهم على العرض. بعدها بتقعد معاهم داربي وبتعرض عليهم فكره انهم يعملوا عيد ميلاد كابري وان ده شيء كان هيسعدها جدا وهي عايشه، فبيوافقوا على طول. وفي المدرسه فريق التشجيع بيقدموا العرض بتاعهم بمنتهى المهاره، وكمان أليكس بيقدم العرض بتاعه وداربي بترقص معاه والكل بيشجعهم. بعدها بيطلب منها أليكس انهم يخرجوا سوا علشان عايز يتكلم معاه، وبتوافق وبياخد منها ميعاد. وبتحكي داربي ان شعبيتها زادت والكل بقى معجب بيها بعد ما بقت فرد اساسي في فريق المشجعات. وبتبتدي كابري هنا تغير منها لما بتلاقي الكل مهتم بيها واصحابها بيتصوروا معاها. بعدها بتتخانق كابري مع داربي لانها بتبقى غيرانه منها، بتسيبها وبتمشي. وبعد المدرسه بتروح داربي الجيمس علشان توصله الواجبات المدرسيه، وبيقولها انه مش عارف ازاي هيرجع المدرسه وكابري مش معاه، وبيطلب منها انهم يروحوا سوا علشان ما يبقاش لوحده، فبتوافق. وبيقعدوا سوا في بيت الشجره وبيشكرها جيمس على مساعدتها ليه. وهنا بتحس داربي باعجاب جيمس بيها فبتقوم وبتمشي. ولما بيروحوا المدرسه مع بعض اصحابها بيفتكروهم مرتبطين، ولما بيعزم عليها يوصلها قدامهم بتعتذر له وبتمشي. وبترجع البيت وبتفتكر ميعادها مع أليكس اللي بيكون قاعد مستنيها لكنها بتوصله متاخر وبيكون ماشي. وبنشوف كابري قاعده مع عميل وجاري اللي بيحاول يقنعها انها تنتقل للعالم الاخر وانه هيكون افضل ليها من انها تفضل مع الاحياء ومحدش شايفها ولا حاسس بيها. وتاني يوم بتروح داربي تعتذر لأليكس، فبيقول لها انه مش عايز يفرض نفسه عليها اكتر من كده وبيمشي. وبتيجي كابري تتكلم مع داربي وبتعتذر لها انها اتخانقت معاها، وداربي بتبقى عايزه تقول لها على الاشاعات اللي انتشرت عنها وعن جيمس في المدرسه. في اللحظه دي بيجي جيمس وبيقول لداربي انه بيفكر فيها طول الوقت من ساعه ما كانوا قاعدين مع بعض في بيت الشجره. وهنا بتتجنن كابري وبتتعصب وبترفع داربي في الهواء، فبتعتذر داربي لجيمس وبتمشي وكابري بتروح وراها. ولما بترجع داربي البيت بتحاول تقنع كابري ان مفيش حاجه بينها وبين جيمس، لكن كابري من غضبها بتقول لها ان هي اللي خلتها محبوبه وسط الجميع وهي اللي عملتها ولبستها، وان جيمس لسه عايش صدمه موتها وعمره ما هيحبها. وبتحذرها انها تروح حفله عيد ميلادها،
وبتتضايق داربي من كلامها وبتتحداها وبتقول لها انها هتروح الحفله وهي مش هتقدر تعمل لها حاجه. وجاري بيقابل داربي في المدرسه وبيطمن عليها، لكن داربي بتطلب منه ما يتكلمش معاها تاني وبتقول له انها عايزه تبطل تتكلم مع الاموات وتعيش حياتها بشكل طبيعي، وبتسيبه وبتمشي. وبيروح لها جيمس البيت وبيطلب يتكلم معاها، وفي العربيه بيقول لها انه خايف وحاسس ان كابري بتتواصل معاه وانه مش مستعد لاي ارتباط. وداربي بتقول له انه بيفكر صح وده اللي المفروض يعمله. ولما بتوصل داربي للحفله جيمس بيقول لها ان كابري بتحاول تتكلم معاه عن طريق لعبه الويجا وعايزه تقول له حاجه. وهنا بتظهر كابري لداربي فبتقفل داربي اللعبه. كابري بتطلب منها انها تقول للجميع على اتفاقهم مع بعض، وبتطير اللعبه في الهواء وبتحركها علشان تكتب اسمها، والكل بيكون خايف. وداربي علشان توقفها بتعترف للجميع انها بتتكلم مع الاموات وان روح كابري هي اللي خلتها محبوبه ومشهوره في وسطهم، وبتسيبهم وبتمشي. والكل بيرجع يحتفل وما بيهتموش باللي حصل، فبتتضايق كابري منهم وبتحس ان موتها مش فارق معاهم. وداربي بتلم هدوم امها اللي كانت بتلبسها في الصندوق، ولما بتروح المدرسه تايلور واصحابها بيتجاهلوها، حتى جاري لما بيشوفها ما بيرضاش يتكلم معاها. وفي البيت بتقعد تتفرج على صورتها مع كابري، فبتظهر لها كابري وهي حاسه بالذنب وبتعتذر لها على اللي عملته معاها، وبتقول لها انها خلاص مستعده تنتقل للعالم الاخر. تبقى عامله لها مفاجاه وجايبه لها امها اللي بتقول لها انها كانت قلقانه عليها ومش عايزه تنتقل غير لما تطمن عليها وتتاكد انها تعيش حياه طبيعيه وتكون صداقات مع الاحياء. وبتستعد كابري وبتودع داربي وبتقول لها انها اعز صديقه ليها وبتنتقل للعالم الاخر. وداربي بتروح لجاري وبتعتذر له عن تصرفها معاه وهو بيقبل اعتذارها، وبيفاجئها ان أليكس كمان شايفه زيها وساعد ميلي انه ينتقل للعالم الاخر. وأليكس بيعرفها انه من ساعه الحادثه اللي حصلت له زمان وهو بيشوف الارواح زيها. وفي البيت بتقعد مع ابوها وبيتفرجوا على فيديوهات امها، وهنا بتظهر لها امها وبتودعها وبتمشي. وبترتبط داربي بأليكس وبيشتغلوا مع بعض هما الاتنين في مساعده انتقال الارواح بسلام. لو عجبكم الفيديو يا ريت تشتركوا معانا في القناه وتفعلوا جرس التنبيهات وتعملوا لايك وشير للفيديو، وتكتبوا لنا في التعليقات عن اي مسلسلات او افلام حابين ان احنا نلخصها لكم الفتره اللي جايه.